الفائز على فريق المولدية وجدية والذي انقض على الصدارة واضحى الفريق نقطتين في سباق قوي هذا الموسم من اجل معانقة اللقب. سيحاول فريق نقدم تشكيلة ديال الفريقين. الرجاء سيدخل بالمجموعة التالية: انس زنيتي فمن تشكيلة حساسية أكادير مهدي جرباوي في حراسة المرمى. باقي لاعبين في المدة سجل الهدف الوحيد. هذه فرصة نوف الأزرغولي، فرصة تمريرة داخل منطقة الجزاء ولكن غالبا هذا المباراة دي فرصة لفائدة فريق حاسة أكادير. هناك تغطية بوغرين، صابر بوغرين محتفظ بالكرة، ينتظر أحد اللاعبين. بوغرين من الجهة اليسرى، تدخل والكرة في الزاوية. يسري بوزوق نوفل هو اللي كيسدد، لعبات الكرة، فرصة لمسات العارضة، فرصة في بداية هذا الشوط الأول. نتابع مرة أخرى لعبات بقوة من نوفل الأزرغولي، لاحظوا بشكل جيد كانت المتابعة ديال المهدي الجرباوي. حاول شكلت خطوره بالعمري، تمريره هذه فرصه فريق الرجاء دخول داخل منطقه الجزاء. مهدي موهوب ولكن خذ الكره بشكل جيد. هنا تدخل ديال محمد بكعزي، تمريره من يوسف بالعمري لمهدي موهوب. تنفيذ هذا الخطا، تلعب الكره داخل منطقه الجزاء، لعبت الكره في القائمه الثانيه. هذه فرصه ياسين الرامي، اشاره نوفل الازرغولي، تلعبت الكره، فرصه تدخل الحارس. دائما الخطوره الراسيه، الكره كتمشي فوق المرمى والحكم بالقوه. لاحظوا الكره مشات وسط المرمى، تدخل المهدي الجرباوي ثم الراسيه وارتقاء ديال المهدي موهوب. الحكم اعلن الخطا. نتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله وهذه الكره الثابته. نوفل الازرغولي تمريره ممتازه، هذه فرصه الحكم كيعلن على ضربه جزاء اخرى. نوفل الازرغولي هنا الاحتكاك مع ياسين رامي، هل كان هناك خطا؟ هل كان هناك احتكاك؟ اكيد بان يكون كذلك تشاور مع حكام الفار ذاكر الداد وياسين قبه من اجل تاكيد او الغاء هذه ضربه الجزاء في الوقت اللي الحكم. لاحظوا هذه الصوره، هل كان هناك لمس وهل كان هناك احتكاك؟ هذا هو اللي كتابه الان المدرب عبد الرحيم مرخيز. لاحظوا بانه ما خداش وقت كثير عبد الرحيم مرخيز، ويقول بان ما كاينش هناك ضربه جزاء. اكيد هو الغاء ضربه جزاء. تلعبات الكره طويله من مهدي الجرباوي، كره داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه في الجهه اليمنى عند محمد بولكسوت، البحث عن عرضيه، تمريره، فرصه يسري بوزوق والكره جانبا. فرصه لفائده فريق الرجاء، انطلاقه ديال يسري بوزوق ولكن تسديدته ما مشاتش للمرمى في الوقت اللي كذلك المهدي الجرباوي صراحه اللي غلق الزاويه. رجاء بواسطه الانطلاقه ديال نوفل الازرغولي بالفعل كيبرر هذه فرصه. الزرغوني تمريره عرضيه، فرصه الهدف تضيع. الزرغوني وصابر بوغرين، تمريره ممتازه. لاحظوا امام المرمى اللاعب مهدي موهوب اللي للمراوغه يوسف جمال الشماخ. كرة طويلة، كاتي يسدد والكرة فوق المرمى لفائدة فريق حسنية أكادير. نتابع مرة أخرى هذه الفرصة وهذه المحاولة. كاتالوندي يسدد في الوقت اللي لاحظوا كان تقدم لاعب يسري بوزوق، يسري محمد زريدة. هذه فرصة صابر بوغرين، خروج الحارس خرباوي. نتابع هذه الثنائية، يسري بوزوق صابر بوغرين، ويمتاز كذلك يلعب كيد مع فريق كبير والترجي. هذه فرصة وتدخل انس زنيتي، فرصه مباغته. نتابعوا من جديد هذا التمريره داخل منطقه الجزاء امام ثلاثه ديال المدافعين. جلال طشطاش تمكن ان ياخذ كره بالرجل اليسرى ويسدد بالرجل اليمنى، وكذلك ارتماء ابراهيم الدحمون. لعبت كره دائريه راسيه مشات فوق المرمى. بحث الفرص والمحاولات. هنا الزاويه الركنيه الراسيه ديال الاسماعيلي، مشات الكره. يوسف بالعمري يعمل بالعمري، رفع الكره في القائمه الثاني، فرصه تدخل وابعاد الكره بالطعم وصعود عبد الله خفيفي من اجل طرف ابراهيم وهشامي وحسه وعدد من اللاعبين. جاء محمد بولكسوت، مراوغه، فرصه للرجاء، رفعت الكره، تدخل وابعاد الخطوره، تسديده، محاوله اخرى. الزرغوني وضع الكره لخفيفي، يسدد كره ارضيه وتدخل الحارس المهدي الجرباوي. نتابع مره اخرى هذه الفرصه وهذه المحاوله لفائده فريق الرجاء. نتابع المحاوله، يسري بوزوق يمر الفرصه، تسديده، كان هناك سوء تفاهم، تذكر نوفل الازرغولي يسدد كره مرت جانبا داخل منطقه الجزاء. هنا يسري بوزوق يسدد لاعب مهدي موهوب ثم نوفل الازرغولي، تسديده مشات جانبا، تضيع محاوله اخرى. دحمان كاتالوندي، فرصه، تسديده وتدخل عبد الله خفيفي لفائده فريق حسنيه اكادير.
تدخل ديال عبد الله خفيفي الالماني جوزيف زيمباور. تدوين كل كبيره وصغيره كل النقاط. نوف العزروني كيمر عند يوسف بالعمري رفع الكره فرصه راسيه ومرت جانبا. فرصه ومحاوله نوف العزروني يمرر عند يوسف بالعمري بدوره رفع الكره بطريقه ممتازه ولاحظوا ارتقاء ديال مهدي موهوب بهذا الشكل، ولكن التركيز ما كانش يعني حاضر مره اخرى بالنسبه لمهدي موهوب من اجل وضع الكره في الشباك. صابر بوغرين يمرر عند يسري بوزوق فرصه لفريق فريق الرجاء. يسري بوزوق تدخل الحارس المهدي الجرباوي. الرجاء لاحظوا التمريره كان تباطؤ شيء ما ديال يسري بوزوق والخروج ديال الجرباوي بهذا الشكل بهذه الطريقه تمكن من التدخل وابعاد. زرهوني فرصه للرجاء، زرهوني ارضيه تدخل وابعاد الكره لمحمد مكعازي بدوره عند بولكسوت. الحكم كيطلب مواصله اللقاء. صابر بوغرين يسدد كره ارضيه كره مره اخرى. نتابع هذه المحاوله. لاحظوا خطا الكره يسدد كره ارضيه تدخل ديال الحارس المهدي الجرباوي لان الكرات بهذا الشكل كتشكل خطوره. هنا التدخل كان ديال اللاعب لنوف العزروني رفع الكره الراسيه داخل منطقه جزاء تدخلي. فرصه اخرى لفائده فريق الرجاء. زرعوني يسدد فرصه تدخل الحارس المهدي الجرباوي والحارس يتدخل من جديد. فرصه لفائده فريق الرجاء الذي يحاول تسجيل هدف في هذا الشوط الاول، ولكن حتى الان كنقول بانه عند لاعب محمد زريده يسدد فرصه والكره مشات فوق المرمى. يعني فريق الرجاء في ظل الكثافه العدديه ديال لاعبي فريق حسن اكادي. تسديده كتمشي فوق الكسوت. يسري بوزوق تمريره ارضيه دي فرصه لفائده فريق الرجاء فرصه والهدف. هدف للرجاء مهدي موهوب في الانفاس الاخيره في الوقت بدل الضائع. من الجهه اليمنى من الجهه اليسرى من خلال التمريرات يسري بوزوق. لاحظوا وصلت الكره لمهدي موهوب اعتقد انه لمست احد اللاعبين وغيرت اتجاه ديالها لانه كان المتابع ديال مهدي الجرباوي. وهدف لفائده فريق الرجاء. نتابع الهدف من زاويه اخرى. اعتقد بالفعل الكره لمست حمزه قلعي وعنقت الشباك. فرحه بوزوق هذه فرصه زريده كيمرر في الجهه اليسرى عند صابر بوغرين شو غادي يعمل تمرير داخل منطقه الجزاء. فرصه بوزوق اللي كيحاول يخرج من الرقابه اللي مضروب عليه وخصوصا يطلب الكره. هذه فرصه نوف العزروني كره بعيده وغادي نوف العزروني كيمر عند صابر بوغرين. هذه فرصه نوف العزروني امكانيه التمرير تدخل الدفاع. فرصه لفائده فريق الرجاء. تمرير عند نوف العزروني فرصه لفائده فريق الرجاء. ترفعت الكره في القائمه الثاني واصل او لا. لاحظوا جوزيف زيمباور كره في الجهه اليمنى فرصه لفائده فريق حسن اكادي. ترفعت الكره داخل منطقه الجزاء خروج الحارس. صابر بوغرين تمرير عند نوف العزروني خدا الكره نوف العزروني دخل داخل منطقه الجزاء يمرر ولكن بعيد محمد بولكسوت. هناك تغطيه وابعاد الكره خارج حسن بي. كتضيع الكره هذه فرصه يسري بوزوق تدخل الحارس ممتاز الحارس المهدي الجرباوي. صابر بوغرين هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. تمريره صابر بوغرين داخل منطقه الجزاء فرصه جديد عند نوف العزروني رفع الكره ارضيه. هذه فرصه ياسين رامي وخروج الحارس نوف العزروني. يسري بوزوق يعمل يسري بوزوق الكره بعيده على نوف العزروني. محاوله من جديد نتابع يسري بوزوق رفع الكره ولكن كنقول بسنتيمترات الكره تضيع على اللاعب والمهاجم نوف مبارك ويوسف بالعمري. تمرير عند يسري بوزوق. هذه فرصه لفائده فريق الرجاء. مهدي موهوب يضع الكره في الشباك وثنائيه في هذه المباراه. مهدي موهوب عمل كبير ديال يسري بوزوق على مستوى الجهه اليسرى لمهدي موهوب الذي يتمكن من تسجيل الثنائيه. سنتابع يسري بوزوق الذي يمرر يوسف بالعمري. يسري بوزوق والختم من مهدي موهوب. اذا 2-0 كنقوم على 2-0 مع وقف التنفيذ في انتظار التاكيد. نتابع الصوره نتابع اللقطه من اكثر من زاويه. هدف مهدي موهوب وقلت بانه لاعب اللي طرد امام المغرب الفاسي لفائده الرجاء. يسري بوزوق غادي يعمل يسري بوزوق يسدد كره ارضيه تدخل الحسنيه اكادير. تابعوا هذه المحاوله تسديد مهدي مبارك تسديده فرصه بواسطه حمزه افصال بالدوري الاحترافي. نتابع تسديده حمزه افصال مشات مباشره للمرمى. مشى جزاء دائما البحث على امكانيه تسديد حمزه قلعي فرصه لكن مشات بعيده. حمزه قلعي واش غادي يعمل ابريكو كيمرر في الجهه اليسرى عند يسري بوزوق. شنو يعمل يسري بوزوق تسديده